بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا أوريكم كم أكلة حلوة كده النهاردة، يا رب تعجبكم. وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايكات والكومنتات من ايديكم الحلوة. عايزة تفاعل في القناة، ربنا يبارك لكم يا رب. يعني دعموني شوية من فضلكم. محشي البتنجان هقول لكم على تركة حلوة قوي في اخر الفيديو ان شاء الله. محشي البطاطس بالعصاق حاجة ما حصلتش خالص خالص، حاجة من الحاجات الجميلة المشهية قوي. محشي ورق العنب طبعا مفيش غنى عنه في اي سفرة، ده بيشرفنا كتير جدا في السفرات، المحاشي عموما يعني. عايزه اقولك ان البطاطس غرقيها صلصه، ما تحطيش على الوش بس، وسيبيها تغلي شويه في الفرن وتحمري وشها، بتبقى حلوه جدا. صينيه البطاطس بالفراخ ولا اروع ولا احلى. شفتي بقى المحاشي كمان هتلاقيها موجوده معانا في كل الفيديوهات اللي انا هقدمها لكم النهارده. محشي البتنجان، انا عايزه اقولك ان شاء الله هقولك في اخر الفيديو على سر اللمعه والطعم اللي بيبقى زي الزبده، بجد والله دي تركه حلوه قوي وناس كتير ما تعرفهاش، فانا هقولها لك بما يرضي الله. كمان وانت بتنقي البطاطس اللي هتعملي بيها صينيه البطاطس، هاتيها من البطاطس المرمله اللي بتبقى حلوه، بتبقى جميله جدا. والفلفلايه نقيها للحشو، الفلفلايه الوسط، لا تكون كبيره قوي ولا صغيره قوي، عشان تديكي نتيجه حلوه كده في الاكل وبتبقى طعمها جميل. وطبعا خلطة المحشي بتاعتك، كل ما تسبكي صلصتك وكل ما تكتري الخضرة بتاعتك والنعناع والبهارات بتاعتك، بيبقى الطعم رائع جدا وجميل. زي ما قلت لك، شفت الفلفل كل ما يكون وسط بيكون طعمه احلى وشكله احلى، وكمان المحشي بيبقى اجمل واجمل. والفراخ المشوية عندنا ولا اروع. محشية الفراخ مشوية مع الخضار المشوي، بتبقى جميلة جدا، متبلة وبايتة في التلاجة وحلوة قوي. الكوسة كمان بحب اجيبها الكوساية اللي هي الصغيرة مش الكبيرة، لان بيبقى طعمها احلى وبتبقى فعلا زي ما بيقولوا كده، بتبقى طرية في الاكل وجميلة. الحمام المحشي، القرنبيط المتحمر، البطاطس الويدجز بتنفع معانا في الدايت وغير الدايت، شوربة الحمام طبعا، محشي الكرنب المتغرق بالخلطة الجميلة، البتنجان اللي بالخل والثوم والفلفل السبايسي، كلها اكلات جميلة وكلها اكلات شتوية، وهتنفعكم جدا في اي سفرة، حتى لو قدمنا الحاجات دي ان شاء الله في رمضان. بس طبعا اسألي الاول ضيوفك او ولادك بياكلوا سبايسي او لا. هنا بقى لما تحبي تدلعي ضيوفك قوي قوي، اعملي لهم شوية رز بالخلطة، اعملي لهم شوية مندي مع الدريسنج بتاعه اللي هو الصوص الدقوس الجميل ده، وشوية فراخ كده متحمرين، والكفتة المشوية بالخضار اللذيذة قوي الحلوة دي. وعايزة اقولك ان انا بعمل الرز بالخلطة، بعمله بشوية كبد، وبعدين بشيل الكبد كمان احطها على الوش، مع بزينه مع اللوز. كمان بحط الفراخ على صينية المندي واحط معاه اللوز كمان، وبتبقى سفرة جميلة جدا. ناقصها بس شوية سلطات كمان وخلاص. هنا بقى الصينية الفظيعة دي صينية تكفي من 20 من 15 ل20 فرد. دي صينية البرياني الجميلة اللي معمولة بالفراخ واللحمة مع بعض والمكسرات، جميلة وريحتها تجيب لآخر الدنيا. الفراخ البلدي المتحمرة بالزبدة، الحمام الفظيع، المحشي رز. كمان جينا برضو اهو لمحشي الكرنب، هتلاقوه في كل فيديوهاتي لانه ده مزاج حقيقة. ومحشي البتنجان هقولك ليه بقى. محشي البتنجان التركة اللي انا قلتلك عليها في اول الفيديو، اول ما تقوري البتنجان بتاعك وتحشيه، شوحيه في شوية زيت تشويحة خفيفة كده قبل ما تسويه، ده بيديكي طعم زبدة، وبيبقى طعمه حلو جدا، ما بيبقاش مجلد ولا حاجة. يلا من فضلك دعميني، او من فضلكم دعموني وشجعوني، وعايزة اشتراك في القناة وكومنتات ولايكات، واشكركم جدا.